كلنا نعرف الكولانات الكبيرة زي باور، فالكون، يورباي، لينكس، أسماء أثبتت وجودها وصعب أي أحد ينكرها. لكن في طبقة ثانية من الكلانات قاعدة تتكون اليوم، كلانات من شباب تحت 18 سنة، مراهقين موهوبين قاعدين يحاولون من الآن يبنون اسمهم، يبغون ينافسون الكبار، مو بعد سنين، لا، من الآن قاعدين يشتغلون. من بين هذولي الكلانات توكسا، ديكو، وكلان فاينل، الكلان اللي أنا فيه، ورابط الكلان بتحصله في الوصف. أنا ما أقول الكلام هذا من فراغ. جلست مع فاينل فترة تقارب 3 شهور، وشفت كل شيء بعيني. ناس تشتغل بترتيب، في تخطيط، في محتوى، في تصميم، وفي إدارة، مو زي بعض الكلانات اللي تتحمس تسوي شعار وتنزل مقطع وبعد شهر يختفون. لكن فاينل غير، ماشيين بخطة، وفي كل يوم قاعدين يقربون أكثر من هدفهم. يمكن تقول كيف مراهقين يصيرون صناع محتوى؟ كيف يصيرون ممنتجين ومصممين ومحررين؟ أقول لك بالإصرار، كل شيء ممكن. اليوم الأدوات موجودة، الدروس متوفرة، والذكاء الصناعي يقدر يساعد في كل خطوة، واللي يشتغل ينجح. أنا مؤمن إننا يوما ما راح نشوف كلان فاينل جنب باور وجنب يورباي، ويمكن حتى قدامهم. الطريق مو سهل، لكن اللي يتعب راح يحصد. إذا تؤمن بالمواهب الجديدة ادعمهم، وشارك هذا المقطع، وشوف الرابط تحت. يمكن أنت بعد تكون جزء من هذا المشوار.